قال أمين صوصي علوي الباحث في الإعلام والقضايا الجيوسياسية إن النظام الجزائري حاول عبر إعلامه تقديم نفسه كطرف ملاحظ فقط في المفاوضات الجارية في العاصمة الإسبانية لتنزيل القرار الأممي الأخير حول قضية الصحراء المغربية، ويستمر في إنكار الواقع رغم أن الجزائر معنية بالمفاوضات وشاركت في الموائد المستديرة. وأكد صوصي علوي بمناسبة حلوله ضيفاً على برنامج نقاش هسبريس أن النظام الجزائري يعد من بين أجبن الأنظمة التي تغير موقفها حسب السياق، حتى في القضايا الكبرى مثلما غير مواقفه في أوكرانيا لصالح الأوروبيين، رغم أنه يقدم نفسه كحليف لموسكو التي خسرها في هذه القضية، معتبراً أن النظام الجزائري يواجه الآن مشكلاً كبيراً يتمثل في التنزيل التقني لقرار مجلس الأمن الذي سيعني انهيار شرعية وجوده في الحكم، والتي انبنت على معاكسة المملكة المغربية. وذكر الباحث في الإعلام والقضايا الجيوسياسية أن انهيار النظام يعني تفكك وانهيار الدولة المليئة بالأخطاء البنيوية، وبالتالي فإن سرديته الإعلامية تحتاج إلى بعض الحوادث التي تبقي الرأي العام الجزائري في وهم الصدام مع المغرب، رغم أن الجزائر غير قادرة على مواجهة المملكة سواء على المستوى القانوني باعتبار أن الموقف المغربي مؤطر قانونياً، أو على المستوى العسكري بالنظر إلى أن المغرب قادر على خوض أي مواجهة تفرض عليه.